يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا طريقة حفظ الطماطم أو صلصة المحلات. هنعمله بطريقة سهلة بإذن الله، بس زي ما بقولك الوقت دلوقتي الطماطم فيه رخيصة جدا. في 3 كيلو ب10 جنيه وفي 4 كيلو ب10. أنا جبت 3 كيلو ب10 جنيه. طماطم زي التفاح، حلوة جدا وكمية معقولة. هنعمل تجهيز للطماطم العادية بس مسبكة، وهنعمل صلصة زي اللي بنشتروها، حاجة بيتي ومضمونة ونضيفة. يلا بينا على الطريقة. طبعا انا كنت غسلاها برضو، اول ما جبتها كنت غسلاها، بس وانا بقطعها كده اهوت برضو هعيد عليها غسيل تاني. في ناس بتضربها الاول في الخلاط، لا انا هنعملها بطريقه سهله زي ما هي كده، بس هتخلص من العنق بتاعها ومن الحته اللي هي من تحت دي، وهقطعها يعني انصاف واسويها زي ما هي. هشيل الحته اللي من فوق وارجع كده اهوت، برضو كده اهوت اشيل الحته البيضه دي، انا مش بحبها ومش بتبقى حلوه يعني. طالما الحاجة متوفرة ما فيهاش مشكلة كده، هو لما بنشيلوها كل حاجة في البيت بتنفع. ساعات بنشتروا ما بنعرفوش، مش ضامنين الصلصة جودتها ايه ونظافتها ايه. حاجة البيت انا بشجع عليها، حتى لو كانت هتتعبك شوية لكن برضو بتبقى احسن يعني وانضف، حاجة مضمونة وحاجة بيتي. قطعتهم كده اهوت كلهم ونضفتهم طبعا من الحتتين اللي انا شاورت عليهم من هنا ومن هنا، واروح احطهم على الحله. اهم حاجه بقى ما يهمكيش ان الحله كبيره ولا صغيره، اهم حاجه ان هي اول ما تسمعي ان هي بتنزل ميتها الا بتوطي عليها. غلت كده هوت معايا كام غلوة، وشايفين الكمية قلت، فانا هقسمها بالنص. جزء هعمله للخضار وجزء التاني هعمله بالصلصة. هضربها بقى بالهاند بلندر او مع لو عندك الخلاط كله شغال، وهصفيها طبعا علشان اتخلص من القشر والبذور. الطريقة دهيت بتخليكي ما بتفقديش كمية كبيرة من الطماطم، لان القشرة زي ما شايفين حضراتكم رقيقة جدا، يعني بعد ما استوت واخد لها غلوتين الا يعني رمت معايا كمية معقولة. اضربها وارجع لحضراتكم. صفيتها كده اهوت، وشايفين كمية البذر والقشر طلعت حاجة بسيطة جدا. وهنيجي بقى ايه اقسمها بالنص، اعمل جزء منها للخضار وجزء منها هنعمله صلصة. على فكرة اللون الحلو بتاعها دهوت نتيجة ان انا حطيت حتة بنجراية. بنجر حلو ومغذي ومفيد، وبيخلي في تسكيرة كده هوت للطماطم نفسها. تبرد كده هوت واحطها بقى في الكيس لغايه ما تتسبك اكتر من كده هوت. ابدا بقى احطها في البرطمانات بتاعه الصلصه. قسمت نص الكميه ده، طبعا الكياس ده هي هخليها للخضار عشان خاطر برضو ما ياخدش معاكي مكان كبير، برضو يبقى الكياس كويسه. الا بتقطعي كده هوت حرف الكيس كده. طلعت معانا كمية كويسة جدا. اما الجزء التاني هعمله صلصة معايا على النار. الحلة بقيتها
هسبكها كده اهوت عشان نعمله الصلصة اللي احنا بنشتروها الجاهزة، لكن بيتي ولا اروع. طبعا حطيتها على النار عشان برضو ايه تفقد ميتها وتبقى زي الصلصة اللي بنشتروها. ومن وقت للتاني الا لازم تقلبيها عشان يبقى السمك كويس. ولما تطلع كده طراطيش ميه حاولي برضو تغطيها، يعني تداريها بحاجه كده. ومش مهم منظر الحله زي ما بنتي بتقول، المهم النتيجه يعني. طبعا السمك ده هو معقول جدا لغايه بس ما تستهدى اكون محضره البرطمانات واحطها بقى في البرطمانات واختمها بالزيت. لسه كمان لما تبرد هتتخن اكتر من كده هو. طلعت طبعا معانا كمية معقولة جدا من الصلصة ومن العصير. طبعا انا مسبكاه برضو عشان ما ياخدش كمان منك مكان في التلاجة. صلصة حلوة جدا وقوامها جميل. هي برضو ايه تعتبر برضو لسه ما دخلتش التلاجة. شايفين القوام بتاعها متماسك قد ايه. عملت برضو البرطمانات الصغيرة، يعني حاجة فعلا حاجة بيتي ومضمونة. اي برطمانات بقى عندك تحتفظي بيها او في الكياس زي ما تحبي. اتمنى الطريقة تعجبكم، وزي ما بقول لحضراتكم دايما استغلي الحاجة وقت سعرها ما يكون معقول، واحفظيها زي بقية الخضروات. الطماطم لا غنى عنها في كل الاوقات. اتمنى ليكم التوفيق من كل قلبي واشكركم على متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.